الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما التوفيق ولا الهدى إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، جعل أمتنا خاتمة الأمم ومتممة الرسالات والنموذج الرفيع للمجتمع الإنساني. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا ومرشدنا ومعلمنا، والذي من الله به علينا فجمعنا بعد شتات، ووحدنا بعد فرقة، وأعزنا بعد ذلة، وعلمنا بعد الإهانة. ورحمة ونور ومحبة على آله وأصحابه الذين تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم لهم نموذج الخلق والقيم والقرآن الكريم. والقرآن الكريم له المنهج والسلوك، فتركوا لنا أطيب الأثر، فكانوا النموذج الأسمى والأنقى للإنسان المسلم. وبعد إخوتي، أبناء إخوتي، أبنائي، أخواتي، بناتي، تحية من القلب خالصة أقدمها مصحوبة بأعز باقات المودة والمحبة لكل أفراد العائلة الذين تكبدوا مشقة السفر وعنائه لكي يتواصلوا مع أفراد أسرتهم. تحية من القلب وشكر وعرفان لأفراد الأسرة من أهالي شندراء، الأستاذ سعيد محمد سليمان البقري، والحاج فتح البقري، والحاج شحات البقري، والأستاذ إبراهيم البقري، والأستاذ أسامة البقري، وكل فرد من أفراد العائلة. بارك الله في جمعكم، بارك الله في جهدكم، بارك الله فيكم. إن كنتم حضرتم جمعكم هذا من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى، من أجل تحقيق شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، وهي صلة الرحم، فجميعنا أولاد عمومة تجمعنا صلة الدم على رغم اختلاف موطننا الحال، تجمعنا ثقات مشتركة من النخوة والشهامة وإنكار الذات، تجمعنا فضائل الأخلاق والطباع والكرم وخدمة من يحتاج لخدماتنا حتى ولم يطلبها. أيها الأحباب، أجدادكم من شاركوا في صنع التاريخ، أجدادكم من شاركوا في صنع بدرا وأحدا وفتح مكة والخندق، أجدادكم من شاركوا في صنع اليرموك والقادسية، أجدادكم من شاركوا في فتح مصر حتى المغرب العربي، أجدادكم من شاركوا في صنع مجد الإسلام، أجدادكم من وضعوا صدورهم ورقابهم أمام السيوف والرماح والنبال لكي يرفعوا شأن الإسلام، لكي يرفعوا راية لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله عالية خفاء، لكي يجعلوا الآذان يعلو 5 مرات في اليوم والليلة في أرجاء المعمورة. أجدادكم من كانت أخلاقهم مثالا يحتذى، اؤتمنوا على الأقوال، حقنوا الدماء، حفظوا الألسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أصحابي أجدادكم الأنصار ستجدون أثرا من بعد، فاصبروا فإن موعدي معكم الحوض يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم يغادر فيه الدنيا يقول للناس، لمعشر الناس: رحمكم الله، أيدكم الله، آواكم الله، نصركم الله. ثم وصاهم وصية: أوصيكم
عليكم من أنصار فاصحبوهم بخير فإنهم أووكم ونصروكم وبذلوا لكم الأموال وبذلوا لكم المهل فتجاوزوا عن مسيئهم وأحسنوا إلى محسنهم فإن الناس يكسرون والأنصار يقولون. أجدادكم الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين عندما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة ما لنا إن بايعناه إلى لو بايعناك يا رسول الله ما لنا إن بايعناه فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كلمة واحدة لم يزد عليها الجنة. الجنة ولم يزد عليها شيئا من متاع الدنيا. فقال الأنصار ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. رضينا بكده. أحبابي أحفاد الأنصار العظام ماذا ورثنا من أجدادنا؟ أورثنا ملكا عضوضا؟ أورثنا سلطانا وجاها؟ أورثنا سلطانا وسولجانا؟ لا والله ما ورثنا ذلك ولا ابتغيناه. ورثنا أخلاقا حميدة ورثنا طبائع حميدة عاش الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الخلفاء الراشدين من بعده ولم يحصلوا على سلطة أو جاه أو سلطان. عاشوا وأفنوا أعمارهم لخدمة الإسلام ورفعة راية الدين خفاء. من واجبنا اليوم أن نقتدي بأجدادنا أن نبذل الغالي والنفيس لرفعة ونشر الإسلام ونشر تعاليم الإسلام. السنة اللي فاتت طبعا كان فيها أحداث كثيرة أحداث شديدة حصلت لبلدنا. احنا واخدين عهد على نفسنا من ايام الوالد رحمه الله عليه من سنه 36 ان الانصار لا دخل لهم بالسياسه. الانصار تجمع الانصار اتحاد الانصار جمعيات الانصار هي جمعيات دينيه اجتماعيه. لكن السنه اللي فاتت اصر الانصار احنا لابد ان ندور في السياسه. كان واقف ضد الموضوع ده الاستاذ عمرو عليو من اقصر قال لا انا مش موافق على كده وكان معه نفر مش موافقين على الدخول في السياسه. انما الاغلبيه قالت نخش في السياسه. قلنا حاضر نخش في السياسه. الامور اتغيرت من سنه 36 بقينا 2010 2011 الوقت جري نخش في السياسه. طيب هنعمل نخش في السياسه ازاي يا جماعه؟ لقينا عندنا 3 من الانصار فهموا السياسه. الاستاذ خالد كيكي من ضراو، الاستاذ احمد زيد من الاسماعيليه، والاستاذ اسماعيل البقري من الشرقيه. نخش في السياسه نعمل ايه يا جماعه؟ نعمل حزب. طب الحزب شروطه ايه يا جماعه؟ 5 نخش في السياسه. طيب الشروط ايه يا جماعه؟ قالوا 5000 فرد من قلنا والله كويس. تعداد العيله كام يا جماعه؟ 1 قال مليون، 2 قال 3 قال 4 مليون. طب كويس قوي. هم عايزين كام؟ قالوا عايزين 5000 واحد يأسسوا الجمعيه. طب كويس نقدر نجيب 5000 كل واحد يدفع 200 جنيه. لما نلم 5000 في 200 يبقى مليون جنيه يا دوبك نقدر نتصرف بيه. الفلوس مش هتبقى معانا لان انا مش فاضي للكلام ده. هنشوف واحد نديله فلوس، واحد نبني بها المقر، واحد يبني لنا الارض، واحد من السياسه ونستعين. وانتم معانا 3 سياسيين اهو ونستعين بناس من خارج الحزب ونعمل حزب كويس. عرضنا الموضوع وكان الفشل السريع. ما حدش وافق. قال 200 جنيه كتير. قلت له يا عم ده 200 جنيه المشوار عشان تيجي من بلدكم هنا كده يكلف 200 جنيه. قال كتير. قلنا طب خليها 100 طب خليها 50. لا حد دفع 200 ولا حد دفع 100 ولا دفع 50 الا يعني نقول شهاده الحق الاستاذ فرق من اعمده العائله من المنصوره ادى الاستاذ سعد مبلغ وقال له ادي مبلغ عن عيلتنا وهدفع لك المبلغ الثاني مفقود المبلغ. الاستاذ سعد دفع مع
شغل ان انت تقول اللي تقوله في الوش غير اللي تقوله في الظهر. يعني لك 100 كلمه و100 نظام، والنظام ده ما ينفعش معانا. احنا اذا نخش في سياده وشرف ونزاهه يبقى باسم الانسان، لكن نخش على حزب معين ما ينفعش ان احنا نخش. ده اللي حصل السنه اللي فاتت، وده موقفنا في السياسه، واحنا مش تبع اي حد ولا نبقى تبع اي حد. اللي عايز يخش من الانصار في السياسه اهلا يخش بصفته الفرديه، واحنا لما نأيده بصفتنا الفرديه، يعني الانصار افراد بيخرج، لكن كجماعيه لا، او كانصار لا بنأيد حد ولا بندخل حد حزب. اذا كان داخل مستقل بنقول له اهلا وسهلا مستقل، اذا كنت تبع حزب بنساعدك لان انت ابن عمنا. لازم يعني استاذ رضا من الاختصاص قال كلمه، احسن كلمه سمعتها السنه اللي فاتت المهم قال ان حاجه اهم حاجه ايه؟ ابن عمي يبقى في ظهر ابن عمي. يعني ايه؟ يعني انا مقبوس موضوع، انا اتزنقت موضوع، انا ابن عمي في ظهر يسندوني ان احنا عادي. في حاجه ثانيه، سؤالين سالتهم السنه اللي فاتت وانا ما رضيتش اجاوب عليهم، قلت اجاوب عليهم في الاجتماع لانهم اسئله وجيهه. قال بعض الناس قالوا لي ان الاتحاد بتاعنا والجماعه بتاعنا دي حاجه عنصريه، يعني احنا عاملين يعني تمييز عنصري لنفسنا. قلت له لا مش كده. انت دلوقتي العائله ديت انا اعرف والدي ووالدتي وعمي وابن عمي، العيله الصغيره بنعلم الحب في هذه العائله. لكن لما بتعامل مع عيله اكبر، ابن عمي بعيد شويه ولا ابعد والابعد، بتعلم الحب. اذا الدائره العائليه اتعلمت فيها الحب. لما اتعلمت ان انا احب العائله الكبيره ابتدي احب باقي افراد المسلمين، يبقى انا اتعاملت على الدائره الاسلاميه. يبقى في دائره العائله انتشر هناك حب ومحبه وتعاون، ما بين المسلمين انتشر حب ومحبه. اجي مع اصحاب الكتاب والبلد الاخبار في تعاون بين البلد. بعد كده مع المجتمع كله اتعلم حب المجتمع، حتى لو كان مش مسلم ولا اهل كتاب. اتعلم احب المجتمع، احب الناس، احب الارض، احب المكتبات، احب الجمال. يبقى هناك اتعلمت الحب في هذه العائله. طيب هل هناك هجره؟ سؤال. النبي عليه السلام قال لك لا هجره بعد الفتح. لما يجي علماءنا يفسروا الكلمه دي يقول لك لا هجره مكانيه، يعني ما تنتقلش من مكان لمكان وتقول بهاجر في سبيل الله، الا لو انت يعني مش قادر تقيم شعائر الدين في هذا المكان تهاجر الهجره المكانيه. لكن هناك هجرات كتير قوي، هجره من الفرديه الى الجماعيه. لما احنا بنقول يا جماعه اعملوا في كل بلد جمعيه فرعيه، ليه؟ عشان ما نجيش انت في الجمعيه في 50 بلد فيها 50 واحد انصاري يتعلموا انهم يتشاركوا مع بعض، يتعاونوا مع بعض، يخدموا نفسهم ويخدموا عيلتهم ويخدموا المجتمع اللي هم فيه. الهجره من السلبيه للايجابيه. لما انا اتعارف مع فلان واتعارف مع فلان يبقى في ان انا مش قاعد في بيتنا نايم، لا انا بتحرك واسافر واروح عشان اعرف ابن عمي، وابن عمي يعزمني في فرح اروح لابن عمي في العزاء. الهجره من التكاسل الى التميز، الى الابداع، الى العمل. بدل ما ابقى كسول عندي وقت فاضي اقعد اقرا حديث، اقرا علم ديني، اقرا علم دنيوي، ابقى متميز. الهجره من التصرف العشوائي للسلوك العلمي المتمنى. هجره ان انا بقى لما انا ماشي لوحدي كده ماشي تبع عيله، ماشي تبع نظام، ماشي تبع استاذ. الهجره من ادعاء العلم، كل واحد يقول لك انا مدعي العلم. اما جم قالوا لي سالت السؤال ده قلت ايه الهجره؟ وفي هجره؟ قعدت ادرس واخش على النت واجيب كتب لغايه ما لقيت تفسيرات كتير. اذا بقى هم ادعي العلم والف اشوف الناس قالت ايه وزم. الهجره من المصطلحات الخاطئه. الاسلام هو ايه؟ هل الاسلام هو صلي وصوم وزكي؟ الاسلام لا، ده شهاده
الفائد دوت والانصاريه المثاليه. الاستاذ ياسر ابن حامد ابن حميد الانصاري من السعوديه عمل جهد كبير جدا، انا ساعدت فيه، استاذ سعد ساعده فيه، الحاج سليمان نجم ساعده فيه، كثير منكم ساعدوه فيه، ونزل في مصر ولف على جميع العائلات في مصر من اسكندريه اسوان ويتعرف عليهم، وكتب هذه العائلات في كتيب، واستعان بمراجع كثيره جدا، وعمل نسب للانصار في مصر ما لا يقل عن 20 صفحه في كتيبه، ونسب الانصار في جميع بلدان مصر وفي البلاد الاخرى، سوريا والسعوديه وليبيا والسودان والعراق، كان جهد مشكور. وعلى هذا الاساس بنديه الكاس بتاع انصار المثالي للعام الفائت للجهد الرهيب اللي عمله. السنه اللي فاتت طبعا حضراتكم عرفتوا احداث ليبيا، وعرفتوا ان لنا انصار في ليبيا السنه اللي فاتت كلنا، وحضروا معانا وفد من 6 افراد من الانصار. زعيم الانصار او يسموا هناك منسق الانصار في ليبيا الاستاذ عبد الفتاح بن طاهر الانصاري في بني غازي، والقذافي قام بدبابات وصواريخه ليقتحم بني غازي، فالراجل جاب عربيته وجاب هو وزوجته وبنتين و5 اولاد صغيرين ونزل على القاهره، وكلمني هو في السلوم قال لي انا هربت من جحيم القذافي وجاي على مصر. قلت له اهلا وسهلا بيك. كلمنا وعرفنا، قلنا له خلاص اقعد في حته اسمها شاطئ النخيل في الاسكندريه ب 100 جنيه، اقعد اي شقه اقعد فيها لما يجي الصبح. بيكلمني الساعه 11 بالليل، هروح له فين يا جماعه؟ تصرف الراجل. تاني يوم كلمته وكلمت الانصار اللي في محافظه الاسكندريه لحد ما لقيت الاستاذه سحر الغنيم البخر الانصاري قالت انا عندي شقه في شاطئ النخيل. قابلته وادته الشقه وقعدته فيها، شقه مفروشه، وجابت له وحطت له المواد التموينيه فيها وقام عمل الواجب، واصطرفته شهرين في هذا المكان بدون اي مقابل، واصطرفته قام معاه بالدور. رحت زرت انا، راح زار الاستاذ عمرو عليه وزاره، بعض الاخوه الانصار زاروه، طبعا قدم له المساعدات اللي يقدر عليها، كانت عربيته عطلانه نص ساعه صلحها له عن طريق حد اصدقائه في اسكندريه، قمنا معاه. نظرا لتميزه والجهد الكبير قوي اللي عملته مع ابن عمها الليبي، فبنديها جائزه الانصاريه المثاليه للعام 2000. اي هذه الكؤوس لا تمنع الا بصفه استثنائيه، مفيش سنه بنقول كاس. احنا لما بنحس ان حد الانصار عمل جهد كبير غير مسبوق او جهد حاسين ان هو جهد قيم، بنأيد وبندي هذا التقدير. بعض الحاجه برضه انت مين تابوا السنه اللي فاتت، في ناس كده بتكلمني تقول لي انا مش هحضر الحفله. ليه يا عم مش هحضر الحفله؟ اصل ما كتبوش اسم بلدنا في الحفله. طب اصل تذكره الدعوه دي ليست قران، الحاجه الوحيده الكامله في عصرنا هذا هو القران الكريم، ما فيش حاجه كامله غيره، ان ده ربنا سبحانه وتعالى نزله. لكن هذه التذكره فيها جهد بشري